السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف أقول إيه. وحياة الرموت ده لا تفضل زي ما هي. وحياة الرموت ده وغلاوته عندي لا تفضل زي ما هي. خش يا بيه، عشان من زمان احنا ما قعدناش مع بعض. فوز الزمالك بصعوبة وظلم الهلال السوداني كالمعتاد. اضرب لايك عشان خاطر بص مش عايزين البث يقطع. مش عاوزين البث يقطع يا جماعة، فلو سمحت كده وانت داخل اتكل على اللايك عشان زهقنا تاني. وحياة الريموت ده وغلاوته عندي ان ما هتتصلح حال الكرة في افريقيا تم. نبتدي بالزمالك ولا نبتدي بظلم الهلال؟ نخش على الزمالك يعني ايه، نجيب لك قصة الزمالك كده بسرعة. الاهلي لما كان بيلعب في كاس العالم للأندية وبطولة مش عارف افريقيا ومش عارف ايه، كان متأجل له في الدوري وفي الكاس ومش عارف ايه، بأمارة 12 ماتش. يجي الزمالك يلعب في كاس الرابطة يقول لك انا مش هلعب فيها. الاهلي يقول لك انا مش هلعب. طب هو الزمالك كان بيلعب في كاس العالم؟ وانت اما تلعب في ابطال افريقيا الزمالك كان مثلا طلع من الادوار الاقصائيه، الزمالك كان بيلعب فيها، ما كان متأجل لك. هيتصلح حالكم متى؟ احنا في رمضان. يبقى الزمالك يلعب النهارده وهو لعب مع الاهلي من 3-4 ايام، ويوم الثلاث قبل الاهلي تقول اعتذر، تقول اتأجل، تقول اركب. لا، مش انت اللي هنأجل لك، مش انت يا خفيف اللي هنأجل لك. روح عند ماما يرحمها. مش انت اللي هنأجل لك. وانت طيب يا ابو عاطف، مش انت اللي هنأجل لك. في افريقيا فرقة واحدة بس اما يتخدم عليها هي لوحدها بس. شير البث ده عشان زهقنا، عشان والله بجد زهقنا. ويقول لك ايه، طب انا باخد 40 دوري انا كده ماشي، ما جاملوني في الدوري المصري عال مجامل. طب وفي افريقيا الهلال ايه اللي عمله الهلال السوداني علشان خاطر ترفض ان هو يلعب في ليبيا؟ ايه اللي حصل؟ قول لي سبب مقنع. الملعب جاهز، المنتخب السوري لعب عليه، الهلال نفسه لعب عليه. ايه السر؟ هتعفرتونا. ايه السر ان انت ترفض ان الهلال ليه؟ هو انا مش قلت لك الكلام ده من شهرين؟ مش ارجع كده من شهرين لورا. ماشي يا عم عطش حاجه، من شهرين لورا انا مش جاي لك الكلام ده؟ قلت لك الجرعه نرامتك، ما اصل كل حاجه لها بوادر. احنا متفقين يوم 17/2 ولا مش عارف 17 كام، هنقول لك نوافق من عدمه. اتأجلت جرعة دوري الأبطال، هوب راح مأجل لك معاها قرار ان هو تلعب من عدمه. هوبا بانت جرعة الأبطال، هوبا الأهلي هيلعب هو والهلال، هوبا الهلال مش هتلعب على ليه؟ حد يجاوبني على السؤال بكل هدوء بكل بساطة. ليه الهلال بيلعب من غير جمهور اصلا؟ الهلال ما عندوش دوري اصلا، اما يلعب في الدوري الموريتاني اصلا. ليه ده وهو اما يلعب في قلب السودان ما كانش بياخد حاجه؟
وهو في قلب السودان ما كانش بياخد حاجه. اداره نادي الهلال انا 50,000 مره ارفع لك القبعه، وعارف ان انت بتعمل مجهود غير عادي، بس في النقطه دي انت مقصر. كإدارة نادي الهلال انت في الوقت من ساعة ما قالك لا تعمل تظالم يا بيه. تعمل ليه؟ اديني اجابة مقنعة. ليه؟ مش المنتخب السوداني لعب عليه هناك في ليبيا؟ مش الهلال لعب على الملعب ده في ليبيا؟ ليه؟ علشان في جماهير للهلال. اقول لك انا ليه؟ علشان في جماهير في ليبيا كتيرة من السودان هيشجعوا الهلال السوداني. احنا بنشجع الهلال. لعب معاك ما لعبش، لعب ضدك، لعب معاك، لعب بعيد عنك، انا بشجع الهلال. ما فيش واحد بقى اهلاوي يطلع يقول لي ايه انت خاين، انت عميل، انت ماشي. اللي متابعنا من زمان عارفين ان انا بشجع الهلال ومتابع كل تفصيله وكل ماتش كأنه الزمالك بالظبط. كأنه الزمالك بالظبط. كأنه بكل تفصيلة معاه. فطبيعي ان انا اطلع انا محروق. يعني الحرجة بالنسبة لي حرجتين. ملسوعنا هنا وهناك. هنا ما حدش هيأجلك، الزمالك مش هيأجلك. اضرب دماغك في الحيط. مش هنأجل للزمالك. طب فين تكافؤ الفرص؟ مش انا لاعب انا والاهلي العب تحطولي ماتش في النص زياده واروح العب الاهلي. طب ده ماتش 90، ده 4 اشواط يلعبها الزمالك قبل ما يلعب الاهلي. عايزين تدوا الاهلي البطوله اديها له وما تحرجوش دمنا. اضرب لايك عشان بيديني الاتصال بطيء لو سمحت بعد اذنك. اضرب لايك عشان نقول الكلمتين كل شويه ما يقطع، والله كل شويه ما يقطع. اللايك بيساعد ان بس ينتشر ويترفع. عايز تدي البطوله للاهلي يا عم روح اديها له، بس ما تتعبناش نروح نشتري لعيبه وزيزو يتأمر علينا والهلال السوداني يسافر ويرجع وهو في ظروف ما يعلم بها الا ربنا، وفي الاخر تروح تديها له. تروح تلعب الاهلي لا يخش لك 5000 مشجع 2000، لا ما يخشش جماهير خالص. وتيجي تلعب الاهلي هناك الاتصال بطيء. تيجي تلعب الاهلي هنا و90,000 مشجع. ليه؟ وال90,000 تلاقيهم 120 130,000 مشجع. طب ده عدل؟ طب بذمتك ده عدل؟ طب ده يرضي ربنا؟ طب ده انتوا زعلانين. ده انا سامع صياح كيف العب بيراميدز والزمالك ورا بعض. يعني ما هو هيلاعب الزمالك ويطلع يلعب بيراميدز. انا كده اللعيبه بتاعتي هتبقى مصابه، اللعيبه بتاعتي هتبقى مرهقه، اللعيبه بتاعتي هتبقى مش عارف ايه، اللعيبه طب حط لي ماتش زياده عنك وما رضيش يأجل. طب وانت هتبعدها ليه؟ ما بيراميدز لعبك انت تعادل معاك ولعبني انا كسبني 3. يعني ما سمعنالكش الصياح. ما اللي يصير عليك ما يصير على باقي الفرق. في افريقيا في الدوري تقول لي لا اصل انا ما بتجاملش في افريقيا، ما بتجامل في الدوري المصري وخدت 40 دوري. المجاملات. طب وفي افريقيا ما ديك ما تتجامل. الفرقه اللي تيجي على جبالك تبقى داعي عليها امك، تبقى داعي عليهم كده ابوهم ولا امهم داعين عليه. يا يروح من غير جمهور. الوداد السنه اللي قبل اللي فاتت 5000 واحد بس يخشوا له. انت اما تحكم وترسم في الناس ليه؟ والمصحف امال اقول اضرب لايك. والمصحف امال اقول اضرب لايك عشان خاطر البث اما يقع. اضرب لايك البث اما يقع. اما تحكم وترسم ليه في الناس؟ انت مش فرقه كبيره؟
انت فرقه كبيره يا عم، كبيره قوي 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 قوي، اكبر من اي حد. اللي يصير على الصغيور اللي قدك ايه، الهلال النونه والزمالك الكتكوته، يصير عليك. اللي يصير على الصغير خليه يصير عليك. العب زي الصغيرين اللي هم بالنسبه لك من وجهه نظرك الناس دي جش، الناس دي صغيره، الناس دي جش. العب زيهم طيب كده. صدقوا بالله. طب وحق ايات القران المجيد، لو انا اهلاوي لاعتزل تشجيع كره القدم. حد يقول لي ليه؟ ايه اللي ناقصك عشان تكسب بصعوبه وتكسب بالغصب وانت وحش وجماهيرك عارفه ان انت وحش؟ مش اما تكسب ليه بسكورات، ومش اما تكسب ليه بسرعه، ومش اما تكسب ليه مكاسبك كلها يا ضربه جزاء ملهاش، يا تكسب غصب، يا تحسب لك فاولات على منطقه الجزاء، يا مش عارف ايه. ليه؟ انت ناقصك حاجه؟ لعيبتك مش هتقبض، عندك لعيبه كاسر، ده انت اللي ما تشاور عليه. ماشي يا ابو عزام، وانا زملكاوي بحبك. ما تشرب يا ابني حاجه بدل الكحه اللي مالت كحه دي. شربت دواء؟ شربت دواء؟ ها؟ طب قوم اشرب دواء. ليه؟ انت مش ناقصك حاجه، لعيبه على اعلى مستوى، ربنا يخليك وتشفط لاعبتنا اشرف بن شرقي وامام عاشور ومش عارف داخل على زيزو وجاب ليهم مش عارف مين ومين ومين، والواد الشاب اللي خدته ده ايه اللي ناقص؟ قول له لايك عشان البث يشتغل، البث كل شويه يقطع. ايه اللي ناقصك علشان تكسب؟ شير البث بالله عليك، شير البث عشان خاطر ربنا يكرمنا كده ونقول الكلمتين عشان كل شويه. عبده حبيبي ده نورك يا عم عبده. ايه اللي ناقصك عشان تكسب وما تقعدش تحرجم وتقول وتدي قرارات من تحت لتحت؟ طلع كابتن عبد العزيز ده ولا مش عارف مين عبد العزيز ده فضحكوا، قال ما ينفعش احنا نشوف لعيب حلو في الزمالك ونسيبه، يا نشوف له طالعه بره، يا نشوف له مش عارف. فضحكوا. طب الهلال بيكسبنا نحوش منه الجمهور ومش عارف ايه ونعمل الحركات الجارعه دي. الكاف اللي عليه 75 علامة تبقى عايز 75 شبشب قديم عليا اليمين، ما انظر واحد من بتوع الكاف دول ما افضل ادوبه يا ظالم. ده احنا في رمضان، ده احنا في رمضان. ليه لا؟ ليه مش موافق الهلال يلعب؟ يا ابني الهلال مطحون، الهلال مطحون يا ابني، مطحون. ده بيلعب في الدوري الموريتاني ومفيش دوري عندهم في البلد وبيعافر واول المتاهلين وفرقه جامده، وليه ما تكسبش؟ ليه مش من حقه ياخد دوري ابطال افريقيا؟ ليه العراقيل اللي بتقول ليه ترموا له طوب وتجيبوا له بلوك قدامه وتجيبوا له حجاره وترموها في سكته؟ ليه ده ابسط حقوق. ليه حاجه تجن دي ولا دلع؟ ليه لما عربيه ماشيه تروح جايب بلوك تروح رماها لها قدامها؟ ليه يا عم؟ العدل فين؟ العدل الكروي في افريقيا فين؟ في العدل الكروي في مصر فين؟ مفيش. قصاد ده مفيش. اوعى توجع الموبايل، امسك اخوك. نروح نلعب في الكونفدراليه ناخدها. طب اقعد ساكت. نروح نلعب في الكونفدراليه ناخدها، نكسبها بشق الانفس زي الفرق، زي خليج ملك ربنا وفرق ملك ربنا. لو دخل معانا الاهلي في حالات طلاق ما هنكسبها. مش فتوى انا من الاهلي ولا كرة حلوه من الاهلي، لا بالألاعيب.
بالالعاب. الفرقه اللي تروح تلعبه لازم يوجعها لك، لازم يوجعها لك. ايه اللي بينكم وبين بعض؟ شله وسخه ملمومين على بعض في الكاف ده، شله عايزه تنضف. مية مية يا عم احمد حسن الجوز، مية مية. ايه اللي بينكم وبين بعض؟ مش عارف. اما تعملوا ايه لبعض؟ انا مش عارف. وطالعين مصيحين وخاربين الدنيا. كيف نلعب الزمالك والاسماعيلي، الاهلي والاسماعيلي، الاهلي وبيراميدز ورا بعض؟ ده ذكاء اصطناعي. يقول لك طب وكيف تفاجئنا وتقول لنا هتلعبوا الزمالك يوم الثلاث؟ ما انت ما جهزتش، ما انت ما تجهز لها قبل الماتش مما يبدا، ما تشوف الحكم وتظبط وتروج وتظبط الكلام. ودي هذا غرتله. بس انتوا قادرين في يوم وليله تصرفوا الحكم وتعرفوا الحكم ده جاي منين. قادرين يا عم. بس انتوا ما تعملوا بوليكه كده فرمله. اما تعملوا فرمله للاتحاد الباطل والاتحاد العفريقي، ما تعملوا ايه بينكم وبين بعض؟ ايه مش عارف. هتخشوا ان شاء الرحمن الرحيم عشمان في وجه الله الكريم. استنى بس انا عشان اضرب لايك يا اخي. بنقول البث بيفصل، والله العظيم البث بيفصل. ايه اللي بينكم وبين بعض؟ مش عارف. عشمانين في وجه الله الكريم. نيجي في الاخره كده واللي يلاقيكم ما تشيوا في نار جهنم كلكم كده بربطه المعلم كده. قولوا هاتوا الكاف بالاهلاويه بالجماعه اللي هم دول نشوشوهم في نار عشان كانوا حق الناس. ده ما يقول لك ما فيش حلال وحرام. طلع اسمه ايه ده ما يقول له كيف تاخدوا بطوله يا مرتضى؟ بس يا مرتضى كيف يا عم تدوا نادي الزمالك تاخدوا نادي القرن من نادي الزمالك؟ ده حرام عليك. قال هو الكوره فيها حلال وحرام؟ ده كل حاجه فيها حلال وحرام. ده هتطلعوا دين جديد. انتوا هتطلعوا دين جديد. قال لك كيف ده الكوره ما فيهاش حلال وحرام؟ دي كوره ورياضه يا فيها حلال وحرام. دي كل حاجه فيها حلال وحرام. يا اللي يحرموك من عينيك تتحرم من عينيك. وقسما بآيات الله سمعت التصريح ده. قالوا اصل الرياضه ما فيهاش حلال وحرام والكوره. مش لازم ما تصرف ولازم. ده انت قدوه، ده انت اكبر، ده انت ما تعرفش تكلم واحد اهلاوي يقول لك اصل انا الاهلي ما ينفعش تعمل معايا كده. ليه يا اخي؟ والله العظيم ما تجاب الاهلاوي في الشارع كده تقول له شايف المنظر ده ينفع؟ يقول لك اصل انا الاهلي ما ينفعش يعملوا معاك كده. وبيجي حاج مكتسب بقى عندهم حاج يأجل انا الاهلي اجل تلعب الجمهور المنافس من غير جمهور. ايوه اصل انا الاهلي. ايه يا عم ده؟ اللي ما يلعب معاك ماتش اما يشد في شعر راسه منك. امال قدر الاسود انا، امال قدر يانا الاسود وقدر الزملكاويه الاسود اللي احنا شابكين في بعض كده ليوم الدين. شابكين في بعض. ونطلع نتكلم نقول ضربة جزاء مثلا ضد الاهلي في الفرقه مثلا لما لعب سيراميكا مثلا والاهلي خد ضربة جزاء وكسب الماتش. تطلع تقول الاهلي كسب الماتش زور. يقول لك وانت مالك؟ ما تخليك في فرقه. شايف العقليه؟ شايف وصلوا جمهورهم لايه؟ كيف انا مالي؟ انا مش منافس معاك. مش انا بنافس في البطوله دي معاك في الدوري. كيف تاخد نقط تتحسب لك تتحط على ميزان سيئاتك وانا تتخصم منه نقط برضه بضربات جزاء 15 نقطه لنادي الزمالك؟
15 نقطة نادي الزمالك مظلوم فيها. يعني أول الدوري بفارق 5 نقاط. متخيل؟ ويطلع يقول لك انت مالك انت ومال الزمالك، انت مالك ومال، ما تخليك في فرقتك الوحشه. يعني يا ريت تخليك في فرقتك، لا خليك في فرقتك الوحشه. طب دي عقليه تتكلم معاهم؟ طب دي ناس تتكلم معاهم؟ الواد المالي كح، حد يكتب لنا وصفه للكحه، جايب له جميع انواع الكحه بتاع دواء الكحه، جايب له جميع انواع دواء الكحه وبيقول له مالي كح. نعمل ايه تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ على العموم دمتم بألف صحة وسلام، وكل سنة وانتم طيبين. مش عارف اقول لكم ايه والله. يعني إيه شوفوا اللي بيحصل في الزمالك، انتوا بتعاتبوا علينا لما بنطلع نتكلم. شوفوا اللي بيحصل ايه في الزمالك على مر التاريخ ومر الزمن. ويا ريت تشيروا لي البث ده لإدارة نادي الهلال، كلمة ونص فورا تروح تعمل تظلم، تعمل تظلم فورا فورا، تروح تعمل، والا تبقى متواطئ، والا تبقى متواطئ. بس يا يدولك اعذار كده مقنعه وتطلع تقول ان عذرهم 1 2 3 4. خليك عايشين في المؤامرات والمظلوميه. ادي اللي تسمعوا منه، ما تعبت منكم. يا اما الكافي يطلع لنا اعذار مقنعه، يا اما